تجربه اجتماعيه اتعملت في الخمسينات. جابوا لوحه وحطوها في اوضه. اللوحه كان فيها 3 خطوط، الخط الاول طوله 20 سم والثاني طوله 30 سم والثالث طوله 40 سم. وجابوا اشخاص عاديه وطلبوا منهم يدخلوا الاوضه بس كل واحد لوحده. بس كانوا حاطين في الاوضه 10 ممثلين تبعهم، والشخص اللي داخل مش عارف ان دول ممثلين. وطلبوا من الشخص العادي ان هو يحدد اطول خط في اللوحه. ال10 ممثلين اجمعوا ان الخط التاني هو اطول خط عشان ياثروا على الشخص العادي اللي دخل. النتيجه للاسف ان 90% من الاشخاص العاديه اللي دخلوا اختاروا برضو الخط التاني، لانهم شافوا ان الاغلبيه اختاروا. الظاهره دي اسمها ظاهره الامتثال للمجموعه. علامات تجاريه كتير ومطاعم واماكن كتير بتستغل الظاهره دي في التسويق لمنتجاتها عن طريق التاثير بمشاهير، فود بلوجرز، واوقات كمان اشخاص عاديه. وتلاقي مطاعم واماكن كتير بتجربها وما تقدرش تقول عليها وحشه لانك شايف ناس كتير قوي بتقول فيها شعر. حلو جدا انك تجرب اماكن جديده، بس دايما خلي قرارك نابع من تجربتك الشخصيه فعلا، وخليك واثق في رايك وما تخليش حد ياثر عليك. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.